أخيرا علماء الآثار المصريين اعترفوا بوجود علم ما قبل التاريخ في مصر. لو مش فاهم أنا بتكلم عن إيه أنصحك تشوف الحلقات اللي فاتت. ولكن السؤال هنا، بعد ما عرفنا إن في عصور ما قبل التاريخ في مصر، هي مصر دلوقتي زي زمان؟ أهلا بيك في بيت الحياة. قلب رعنخ. مما لا شك ولا جدال إن مصر دلوقتي أكيد مختلفة عن زمان، وعلشان نقدر نفهم الموضوع ده أكتر لازم نرجع للأساس، وهي إلى العهود اللي قبل ما يظهر فيها أثر بمدة صغيرة. وعلشان تركز معايا ومتتلخبطش، العهود دي اسمها العهود الجيولوجية السحيقة، وبرضه الزمن ده بيعرف بالزمن الجيولوجي التالت. وعلشان نفهم أكتر، الجيولوجيا هي علم دراسة الطبقات الأرضية، ودي اللي بنقدر نعرف منها المراحل اللي مرت بيها الأرض. وعن الأرض المصرية فهنشوف إن الزمن الجيولوجي الأول ليها هي تربة من صخور شبستية، ومتبلور منها الجرانيت وبعدها الديوريت. أما الطبقة التانية أو الزمن الجيولوجي التاني كانت بتتكون من صخور رملية. أما الطبقة التالتة كانت بتتكون من الطبقات الجيرية، ودي كانت طبقات وأزمان الجيولوجيا مصر. والمرة اللي جاية هوضح لك ازاي يتكون نهر النيل، ولو استفدت متنساش تفيد غيرك.